المدرسه والاداره الماليه والهشاشه النفسيه وادراك قيمه الفلوس، دي كلها محاور انا بشوف ان احنا احيانا بنقع فيها. احنا كاسره بنصرف كل ما نملك عشان ندخل ابننا مدرسه، فنقول المدرسه دي بتاخد منها كتير قوي، تلاقي مثلا بتاخد منك 30,000. لو نفس الاسره بتصرف 3000 جنيه في الشهر كورسات او شوكولاتات او اي حاجه، 3000 في 10 شهور 30,000 برضه. احنا اولادنا لازم نعملهم تحمل المسؤوليه، دي مهاره اصلا انا عن نفسي والناس كتير بنواجهها في الشركات، ان الناس مش شايله المسؤوليه، مش قادره تتحملها. لا، اولاد يتحمل ان هو مدفوع عليه كورس كبير، لازم يذاكروا كويس، يروح التمرين يعملوا كويس، يبقى عنده اتقان، عنده احسان، عارف قيمه الجنيه هو بياخده، عارف قيمه الجنيه هو بيصرفه. النقطه دي مهمه جدا. لكن انت لو حسسته ان كل حاجه سهله وان هو مش محتاج حاجه وان اي حاجه هو عايزها يعملها، هيواجه المشكله اللي احنا بنقول عليها، ان هو يبقى عنده هشاشه نفسيه. لو لقى درجه الاهتمام اللي كان متعود عليها في البيت قلت، هيبقى عنده مشكله. في المدرسه بتعلمه حاجات كتير، بيقابل اشكال غريبه وبيتعامل معاها وبيتعامل مع مدرسين وبيتعامل مع اطفال من فئات مختلفه. المدرسه لها مزايا كبيره جدا غير ميزه ان هي بس بتديك المعلومه. وفي نفس الوقت المدرسه غاليه مكلفه، بس في حاجات تانية احنا بنصرف عليها مستنيين منها قيمه اكبر، ممكن تكون اكتر من المدرسه. المدرسه لازم نرجع لها، مدرسه مهمه في تكوين شخصيات الناس وتكوين معرفتهم، لكن احنا لازم نحلل ولادنا اول باول ونعرف نقط الضعف ونقط القوه بتاعتنا ونشتغل عليها من بدري، عشان دي زرعه هتكبر وهتلاقي نفسك وفرت تصرفه النهارده جنيه، بكره تصرفه 100 جنيه. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس. لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليكم.